صديقي عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم عن معلومه جديده مهمه هتحتاجها جدا 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 لو انت في المرحله الثانويه. طب ازاي يا عم حجازي؟ قال لك والله المعلومه ديت هتوقعك لو انت بتحل في حاجه اسمها السؤال المزيل، او هتوقعك لو انت بتحل في سؤال اختياري، او هتوقعك لو انت بتحل بايدك، واخد بال حضرتك، او بتكتب جمله بايدك. طب اعمل ايه يعني؟ قال لك اسمعني، شوف الدنيا ماشيه ازاي في سلسله التريكات اللي احنا بنقدمها بحيث انك تتاسس صح عشان تقدر تبقى جامد في الانجليزي. بص يا عم، هتكلم النهارده عن حاجه اسمها الضمائر غير المحدده. يعني ايه يا عم حجازي؟ قال لك الضمائر غير المحدده يعني دي عباره عن ضمائر بستخدمها عشان اشير الاشاره الى اشخاص او اشياء بشكل عام. يعني انت مش بتحدد شخص، مش بتحدد مصطفى، مش بتحدد احمد، مش بتحدد ابراهيم، مش بتحدد الناس دول، لا انت بتعمل ايه؟ انت بتتكلم بشكل عام عشوائي. فقال لك انا بتكلم بدون تحديد هويه الشخص او الشيء بشكل دقيق. اهم بقى الضمائر دي تبقى مين يا عم حجازي؟ قال لك اهمهم كل الكلمات اللي بيبقى فيها كلمه body و one. ازاي؟ زي someone somebody، anyone anybody، no one nobody، everyone everybody. قال لك دي اسمها ضمائر غير محدده. طيب دول اعمل فيهم ايه يعني؟ قال لك بص، اعرف القاعده بتاعتهم صح، واعرف ايه اللي بيجي بعدهم. يا ترى يا هل ترى بيجي بعدهم مفرد ولا بيجي بعدهم جمع؟ طب لو انا هجيب ضمير يعود عليهم، هل هيكون الضمير ده مفرد ولا ضمير جمع؟ يلا بينا نشوف. قال لك يا معلم بستخدم مع الضمائر غير المحدده اللي قدام عليك حاجه بسيطه جدا. قال لك بستخدم فعل مفرد. يعني لما اجي اجيب لهم فعل مفرد اقول از، ما اقولش ار. اقول ايه يا عم؟ اقول هاز، ما اقولش هاف. طب ايه كمان؟ قال لك اقول مثلا وليكن مثلا فعل في اس اقول بلايز، ما اقولش بلاي بس من غير مصدر يعني. فبالتالي لما اجي اتعامل معاهم انا محتاج اجيب فعل مفرد. طب مثال، قال لك someone ادي ضمير غير محدد took my pen. طب هنا لسه ده ماضي فمش باين مفرد من جمع. شوف اللي بعدها everyone is invited. لما جيت بعد everyone ادي ضمير غير محدد جبت مين يا معلم؟ is. طب ايه الكلام؟ قال لك والله is علشان الضمير غير المحدد بياخد فعل مفرد. طيب كمل كده معايا شويه. قال لك عند الاشاره اليها بضمير نستخدم ضمير جمع. كده الموضوع كبر. ايه اللي حصل؟ قال لك انت لما بتيجي تتعامل مع الضمير غير المحدد بتجيب له فعل مفرد على عيني وعلى راسي. قال لك لكن لما تجيب ضمير يعود عليه او حاجه ثانيه هتعود عليه ضمير يعني هيكون ضمير جمع. يعني فعل مفرد وضميره جمع. قال لك قال لك وريني. بص يا عم، someone took my pen I didn't see them. ايه them دي؟ جمع، ضمير مفعول جمع. قال لك طب ليه جبت ضمير مفعول جمع؟ ما قلتليش ليه هم، ما قلتليش ليه هير مفرد. قال لك علشان someone لما اجي اتعامل معاها الضمير اللي بيعود عليها بيكون ضمير ايه؟ بيكون ضمير جمع مش ضمير مفرد. ده يساعدك وانت بتحل على السؤال المزيل. تعرف سمعت عن السؤال المزيل؟ تعالى انا بديك مثال عليه كده. اقول لك ايه؟ someone knocks. ونوك يعني ايه يا معلم؟ نوك يعني يخبط. someone knocks on the door. اجي هنا بقى اكون سؤال مزيل. اعمله ازاي؟ قال لك السؤال المزيل بتاع حضرتك بيبدا بضمير عائد على الفعل بتاعك كده اللي هو someone، واخد بال حضرتك؟ او بيبدا بفعل مساعد ثم بجيب الضمير. طب مين الفعل المساعد اللي يعود على someone؟ قال لك الضمير جمع. يعني اجيب مين؟ قال لك they. طب زمن الجمله بتاع حضرتك ايه؟ مضارع. طيب اجيب لي زي ده فعل بيقول لك don't زي. كده انت عملت سؤال مزيل. طبعا السؤال المزيل انا هعمله موضوع لوحده، لسه هنعمل له فيديو لوحده، موضوع كبير كبير كبير، ولكن موضوع لذيذ ومميز شيق جدا. فبالتالي الفكره اللي عايزك توصل لها ان انا عندي someone هنا كضمير غير محدد لما جبت له فعله كان شكله عامل ازاي؟ مفرد. طب لما جيت اعود عليه الضمير بتاعي شكله كان عامل ازاي؟ قال لك الضمير بتاعك كان شكله جمع او نوع جمع. ده بالنسبه لاول نوع او اول شكل من الضمائر غير محدده. تعال نشوف النوع الثاني المنتشر برضو زي انتشار بالظبط الانواع اللي كانت معانا ديت او الاشكال اللي كانت معانا دي. بص يا عم، قال لك انا عندي بعض الضمائر غير المحدده ولكن مختلفه شويه عن الضمائر اللي فاتت. في ايه؟
قال لك دول بص تعالى بص قال لك ايه؟ something nothing anything. قال لك دول ايه يعني؟ قال لك بيعبروا عن غير العاقل. بيعبروا عن غير العاقل. طيب ايه اللي بيميزهم يا ترى يا هل ترى؟ الفعل بتاعهم مفرد ولا جمع؟ طب الضمير بتاعهم مفرد ولا جمع؟ قال لك والله الفعل بتاعهم بيكون فعل مفرد. حلو زي اللي فات. ابسط يا عم مش هنوجع دماغنا كتير. طب الضمير؟ قال لك الضمير معاهم بنستخدم ضمير مفرد. يعني ايه؟ يعني فعل مفرد وضمير مفرد. عزيزي المشاهد الموضوع بقى ابسط بكتير. يعني كل اللي فات او اللي فاتوا اللي فيهم بادي وفيهم وان استخدمت فيهم مين؟ استخدمت فيهم فعل مفرد وضمير جمع. لكن اللي فيهم think زي nothing something anything قال لك اعمل ايه؟ قال لك والله هتجيب لي فعل مفرد وضمير مفرد. فانت ما عندكش مشكله. تعال نشوف مثال. اقول لك ايه؟ there is nothing in the fridge. يعني ايه؟ يوجد لا شيء. ايه ده؟ يعني لا يوجد شيء يعني. فقال لك انا لما جيت اعبر او اجيب فعل مع nothing استخدمت مين؟ is مفرد in the fridge في الثلاجه. واخد بال حضرتك؟ طيب فبالتالي كل اللي مطلوب منك وانت بتتعامل مع الضمائر غير المحدده رقم واحد تركز مع الفعل بتاعهم تجيب لي فعل مفرد. طيب لما تيجي تجيب الضمير اللي بيعود عليهم اعمل ايه يا حجازي؟ قال لك والله يا معلم كل اللي هتعمله مع الكلمات اللي فيها بادي وان زي نو بادي وسام بادي وهكذا ونو وان هتعمل ايه؟ كل اللي محتاج تعمله تجيب لي فعل مفرد وضمير ضمير ايه؟ انت اللي هتقول ضمير جمع. يبقى الاولانيين بياخدوا فعل مفرد وضمير جمع اللي فيهم وان وبادي. لكن اللي بيكون فيهم think بياخدوا ايه؟ فعل مفرد وضمير مفرد. ده كان المعلومه بتاعت النهارده. لو مهتم بالفيديوهات الجايه والمعلومات الجايه هطلب منك تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس تعمل لايك وشير وتقول في التعليقات لو انت عندك اي راي اي معلومه محتاج ان احنا نشرحها لك. وتقول لنا برده لو عندك اي اقتراحات عشان نحسن من مستوى القناه ممكن تقول لنا. وتتابعنا على التيك توك تتابعنا على الفيسبوك وكلمنا. بالتوفيق. السلام عليكم.